جماعة والله كل ما أشوف صفحة أدخل لها تعليقاتها ومكتوب أنتم الأفضل، أنتم المتميزون، دمتم بخير، من هذا الكلام الذي أعرف أنه عندهم مشكلة المسابقات. تكلمت في فيديو سابق عن المسابقات وضررها، وكيف أنه في كثير من الشركات تستخدم هذه الطريقة للتسويق لنفسها ومش دارية أنه هذه الطريقة من أسوأ طرق التسويق اللي تقدر تستخدمها، وفي بدائل كثير جدا وأحسن بمراحل. والله اني عاد انا كذا قبل فتره اتصفح في الفيسبوك، اشوف ادخل التعليقات انتم الافضل المتميزون، انتم دوما الافضل. على طول عرفت ان هذه الصفحه عندها مسابقات. دايركت ادخل على الصفحه اشوف قبل لها بثلاثة اربع منشورات منزل مسابقه، ولا زالت المسابقه مستمره. فتلاقي هذا الذي مهتمين بموضوع المسابقه يستمروا بالتعليق، التفاعل، النشر. المشكله ايش المشكله؟ المشكله اصبحت مجتمعات. المتسابقين ذولا اصبحوا مجتمعات كثيره، يعني عدد كثير. تلاقي عندهم مجتمعات داخل فيسبوك او مجموعات داخل واتساب يشاركوا فيها المسابقات هذه، والروابط حقها اللي يدخلوا ويعلقوا ويتفاعلوا ويشاركوا. وهذا المتسابقين يعني مع عددهم الكبير يظهروا لك انهم متفاعلين بشدة. لو تجي تشوف تحت بس كم عدد الوصول للمنشور هذا، بتلاقي الوصول قليل بينما التفاعل عالي جدا، بمعنى انه ما وصلش اعلانك الا للمتسابقين هذولا فقط، الذي ابدا والله ما راح يكونوا عملاء المشروع الا بنسبة ضئيلة جدا. لذلك انصحك والله في بدائل. البدائل مثل الإعلانات الممولة خيار جدا مناسب بدل المسابقات هذه والكلام الفاضي هذا. تقدر تسوي إعلانات ممولة حتى لو ما أنت فاهم من داخل صفحتك، والله بتحقق نتيجة أحسن وبتحقق عائد أفضل، بدلا من المسابقات اللي ما راح تجيب لك إلا تفاعل وهمي لصفحتك ينتهي بانتهاء هذه المسابقات. حبيت أني أدي هذه النصيحة والله، وبالتوفيق.